بس هقول لكم حاجة سريعا وارجو اخواننا اللي قناة الفراعين ينقلوا ده. طبعا لما انا بقول ان خبرة السيد حمدين صحفي، لا اقصد الاساءة ابدا لاي صحفي. الصحفيين كانوا شركاء في الثورة وسقط منهم شهداء، ولو اي استاذ صحفي اعتبر ان دي تمثل اساءة لي انا بعتذر له طبعا، وهو فوق دماغي من فوق. انا كل اللي اقصده ان حمدين بيقول ان خبرته ان هو كان رئيس تحرير لاحدى الجرائد، واكيد اخواننا الصحفيين عارفين ان هو حتى كصحفي او كرئيس تحرير لا يعبر عن هذه المهنة. وانا قلت في سياق الكلام بس قالوا لي ان تقريبا الصوت قطع، ان مع الاحترام الكامل للصحفيين، واحنا عندنا صحفيين عظام ومفكرين وهم فوق دماغي من فوق. انا كل اللي اقصده ان حمدين خبرته اللي بيدعيها ان هي خبرة صحفي لا تمثل خبرة تؤهله لحكم مصر. فبعتذر لكل الصحفيين، ولازم نعرف كشعب ان الصحفيين كان ليهم دور بطولي. فبعتذر لكل الصحفيين واتمنى ان هم يقبلوا اعتذاري. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.